بداية يوم جديد يعني رزق جديد. بس الرزق محتاج معلومات وخبرة. علشان تاخد بيضة مخصبة وعنقود شغال لازم التأسيس يكون صح. شايفين الحركة دي؟ دي مش لعب، دي صيدلية ربانية لقتل الحشرات وراحة الفرخة. بصوا للفرخة أما بيجيلها الثقة والإحساس بالأمان في المكان اللي جهزناه بتديك أحلى إنتاج وهي راضية. بسم الله ما شاء الله. ده بقى الكنز اللي قلتلكم عليه. لو عايز توصل للإنتاج ده والاحترافية ومعرفة ال10 أسرار، اشترك في القناة علشان السلسلة دي لسه فيها أسرار كتير قوي هتغير إن شاء الله شكل سطحك تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أحلى غاويين في الدنيا كلها في قناتي المتواضعة غاوي خسارة بمزاجي. النهاردة يا غاويين هقول لكم 10 أسرار هتخلي سطحك مليان بيض. فلايك وشير وصلوا على حبيبكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أول سر هبدأ بيه هو البيضة المزيفة اللي عملت عنه شورتس يوم الاربع اللي فات ده على طول. عايز اقول لكم ان غريزة الفرخة للبيض بتتحفز قوي لما بتلاقي بيض موجود في المكان. ممكن تحط بيضة جبس او بتحط بيضة قديمة. شوف ازاي الفراخ ساعتها هتبطل تبيض بره العشة. وبكده البيض الفراخ كله هيتجمع في مكان واحد بدل العشوائية وهدر البيض. السر التاني هو توازن الغذاء. الغاوي لازم ينوع الأكل ويظبط البروتين. وكل على الصبح كده علف علشان دي فترة تكوين البيض. حط شيشة في مثلا نص اليوم أو على العصر، لأن ديت اللي هتدفي جسم الفرخة طول الليل وتخلي الفرخة ما تستهلكش طاقة في إنها تحافظ على جسمها من البرد وتدي إنتاج أعلى للبيض. واقدر توكل أكل بيت عادي وكده، بس لازم تتبع اللي فات ده زي ما قلت لك عليه. السر التالت بقى يا بطل، الخل على المية. 5 سنتي خل على لتر مية مرتين في الأسبوع بيقتل بكتيريا السالمونيلا، اللي طبعا عارفين كلنا الأضرار بتاعتها الجامدة جدا، اللي من ضمن أضرارها هو إن حجم البيضة بيكون صغير طبعا، وأضرار طبعا كتيرة بتتعب الفراخ. غير الخل هو غسيل كلوي طبيعي. السر الرابع هو الضوء. الفراخ محتاجة النور حوالي 15 ساعة في اليوم، ده علشان تظبط ساعتها البيولوجية. لو في الشتاء بقى، الشتاء طبعا النهار بيقل، فلازم اعوض ال15 ساعة دول بإضاءة صناعية. السر الخامس بقى يا غاوي، انت لو عايز تسخن عنقود البيض بتاع الفراخ وتطرد الديدان، لازم حضرتك عليك وعلى الشطة. احنا هنحط معلقة على كيلو علف مرة كل 10 ايام. السر بقى السادس، اوعى ترمي قشر البيض. حمصه في الفرن واطحنه جامد جدا وحطه على العلف. ده بيكون هو اغلى واجمد كالسيوم عضوي بالنسبة للفراخ. السر السابع التهوية. لو مكانك مقفول عليهم جامد، انتاجك اكيد هيقف. ده غير الامراض التنفسية القاتلة اللي هتدمرك وهتزعلك جامد وهتبوظ لك القطيع. السر الثامن هو وقت البرد الشديد او تغيير الجو، لازم 3 ايام فيتامينات في المية. ده شيء بيفرق جامد جدا في صحة الفراخ. السر التاسع هو حمام التراب. سيب الفراخ تتمرمغ في التراب وتعمل في جسمها، لأن التراب بيقلل الحشرات اللي بتأذي الفرخة وبيأثر عليها في إنتاج البيض. السر العاشر هو الأمان. لو وفرت الهدوء للفراخ والأمان الجامد ليهم هتلاقي ما شاء الله خير كتير أوي. زي ما شفتوا الموضوع مش كيمياء، الموضوع مزاج واهتمام بالتفاصيل. انا بالنسبة لي غاوي خسارة بمزاجي كاسم القناة، لان انا بحب اهتم جدا بالتفاصيل واحب اشوف نتيجة هوايتي بتوصلني لايه، على الحلوة وعلى المرة. وببقى مبسوط جدا وفخور لما بلاقي اختبارات كتيرة بحاول اجربها على الفراخ او اي حاجة انا مربيها، والاقي النتيجة الحمد لله تكون حاجة تبسطني وتفرحني.
لو عجبك الفيديو وعجبتك اللي هم ال10 أسرار اللي احنا قلناهم، بالله عليك ما تبخلش عليا بالاشتراك واللايك والشير. احنا عيلتنا بتكبر بيكو. قولولي في التعليقات ايه اكتر سر في دول انتوا ما كنتوش تعرفوه. ويا ريت تقولوا لي في التعليقات لو انتوا عندكم اسرار انتوا تعرفوها، يا ريت تفيدوني بيها. ويا ريت تقولوا لي فكرة فيديو الجاي بتاع الجمعة الجاي يكون عن انهي طائر وعن اي موضوع، عشان يبقى فيه تواصل بيني وبينكم. اتمنى اساعدكم واتمنى تكونوا مبسوطين. اتمنى ما اكونش ضيف تقيل على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.